السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناة سوفتهم ديزات. اليوم جبت لك واحد البريوش، واش نقول لك، خفيف خفيف قطن، والله ريشة هايل. تحقي هاد الوصفة لرمضان، ادعموني بلايك بجان فضلا وليس امرا، ونبداو بهاد الوصفة. يعني الوصفة هايلة خفيفة ما تشبعش منها، ننصحك انك تجربيها. هاد الوصفة تاع البريوش فيها واحد السر، هذاك اللي يخليها قطن. هنا حطيت كاس حليب، كاس ماء. الماء والحليب يكون دافيين اكيد. نحط علبة ياغورت طبيعي، هذا هو السر اللي يخليها خفيفة ريشة. نص كاس سكر عادي، مغرفة ونص خميرة الخبز، هذا مغرفة ونص زيت دو سيترون، كيما حبيتي اختياري يعني. تضيفي لافاني في بلاصتو. نص كاس زيت، البيضة الصفار نحتفظ به، والبياض نضيفه داخل السوائل. يعني الصفار نضيفلو فانيليا قهوة ونخليه باش نطلي بها البريوش من الفوق. نخلط حتى يذوب هداك السكر اكيد. يعني هاد الوصفة ننصحك تجربيها، والله روعة ما تندمش عليها. هنا نبدأ نجمع بالفرينة عادية، الفرينة تكون مغربلة أكيد. أنا غربلتها بجيه، ومن بعد بديت نفرغ شوية بشوية حتى نجمع هداك الخليط. عفوا والله بعض ساعفوني فقط، يعني الكلمات بعض الأحيان تروح لي، سامحولي. أنا ضفت نص كيس خميرة كيميائية، يعني أختكم مازال ما والفتش مع الموقع، معليش توالفوني إن شاء الله. يعني نحتاج دعموني أكيد، وديروا لي هداك الجان باش تطلع القناة إن شاء الله بكم. هنا نفرغ الفرينة أكيد تدريجيا، ملازمش تجي العجينة متماسكة، لازم تجي طرية، لازم تجي يعني تجي تلصق في اليدين، ملازمش تجي متماسكة، ولا البريوش تاعك ما يجيكش خفيف. هذا هو السر، البريوش ما يحبش بزاف الفرينة، لازم يجي يتلاصق شوية، وأكيد بمساعدة الزيت يعني نحلك هذاك العجين يتلاصق في اليدين. هذا هاوليك هكذا لازم تجي العجينة. وأكيد البريوش هذه هي الخطوة اللي لازم نديروها في الأخير، نضيف غرفة تاع مارغرين في الأخير، يعني يعطي فارق كبير غابوا يعني العجينة اللي نخدموها بالزيت وحدها. المارغرين تعطيلو ذوق رائع وخفة، يجي كيما هداك تاع برا اللي نشريوه. لا خير، أنا يعني والله من ناحيتي يعني نحب هذا اللي في الدار خير مخدوم ونضيف. على بالك واش درتي فيه؟ يعني على بالنا قاع بليك شوية نظافة في برا شوية، ونخافوا على صحتنا. هنا تعجني هذاك الخليط، هذيك العجينة عفوا، في الأول تبدأ تتلاصق، يخرج هذاك المارغرين، لكن عادي ما تخافيش، كملي برك عجنيها
حتى يولي السطح تاعها أملس. من جهة واحدة أخرى ندهنو هداك الريسيبيون ونديروها فيها الزيت ونخليها نغطيها ونخليها تخمر. فوالا، نخليها في مكان دافئ. أنا من جهة أخرى نديرو الكريمة، نحط 3 كيسان حليب، 4 مغارف كبار مايزينا، فوالا، 4 مغارف سكر عادي. نخلط جيدا بالفوية، نحطوها فوق الماء حتى تسقط. نضيف لها أنا هنا عطر البنان، بس انتي تقدري تضيفي عطر الليمون ولا عطر فاني عادي كما حبيتي، هذا اختياري أكيد كل واحد والرغبة تاعو. ضفت مغرفة مارغرين نخلطها مليح. فوالا، يعني وصفة سهلة في دقيقة توجديها. فوالا، بعد ديريها داخل ريسيبيو، تفرغيها داخل الريسيبيو تخليه يبرد. فوالا، أنا بعد ما اختمر هداك العجين، للأمانة أنا خمرلو المرة الأولى هبطلو الخمر، وبعد عاودت خليته يخمر المرة الثانية. وهنا ندير كويرات بلاتي ديبول حسب الرغبة كيما حبيتي كبار ولا صغار. هنا درت الزيت فوق البلون دو طرافاي وفي يدي أكيد باش متلصقش العجينة، ونبدا ندور نسقم هداك البودة نديرو داخل سنيوة. من الأفضل نخليو يعني نبعدوه بيناتهم باش كي يختمر يطلع في الحجم تاعها ما يتلاصقش. فوالا، أنا وحدة درتها سامبل سنيوة درتها سامبل وسنيوة درتها يعني قطعت الطروفة شوية بالموس ودرت شوكولا أطاختيني في الطرف وبديت ندور. تشوفوا الشكل كيف خرج، يعني نسيت ما صورتش. أنا هذيك الكريمة كي بردت نضربها مليح بالباتر حتى تولي ليس. نضيف لها غرفة مارغرين طرية أكيد ونبدأ نخلط. فوالا، نضرب مليح بالباتر تولي خفيفة ليس. هذيك هنا بعد ما خمروا لي ندهن السطح تاعهم بصفار البيض نخلط مع بالفانيليا والقهوة. هذاش هو الشكل اللي قلت لكم درتو بالموس، للأسف ما صورتوش. معليش يعني سهل، يعني ماشي صعيب. هذا اللي درتو بالكريمة. دهن كامل السطح. من جهة واحدة أخرى يكون الفور شعلت عليه مسبقا على 180 درجة. هادو زينتهم شوية كاوكاو إيفيليا، ولا تقدري ديرو جلجلان كيما حبيتي، ولا شوكولا فيرميسيل. تقدري أيضا يعني حسب الرغبة تقدري أيضا تخليهم هكذاك سامبل بدون أي تزيين. فوالا، دخلوهم من الفور يطيبوا حتى يولي اللون تاعهم يعني محمر. عمليك بعد ما طابوا خفاف هشاش. هذه الوصفة.
والله ننصحك انك تجربيها. فوالا نحشيهم بهذيك الكريمة، درتها بلابوشاد خير باش تعاونك، يعني تزيين عشوائي، ماشي لازم تكوني بروفيسيونيل باش ديريه، وصفة سهلة بزاف. وصفة سهلة اقتصادية ما تشدش بزاف الوقت، يعني تقدري ديريها ليه وتفرحي بها وليداتك وللعائلة، يشربوا بها قهوة سخونة. الله الله. وهاد الوصفة من ولا صبحت من غدوة من عندك تقعد يعني طرية، هايلة والله، غير هايلة والله. أنا من قلبي ننصحك إنك تجربيها، يعني نحب ندير وصفات صح يكونوا ناجحين. أنا هوريك الشكل الثاني، هذا درتو بشوكولاتة تختيني في الوسط، يعني رشيتو غير بشوية سكر كيما حبيتي، غير مديريش السكر إذا كان العائلة ما يحبوش السكر ولا. وزدت زينتو بخطوط تاع الشوكولا تختيني. شوكولا تقدري إلا ما عندك شوكولا تختيني تقدري تذوبي شوية شوكولا عادية وتضيفي لها الحليب والمارغرين ولا الزيت وتزيني بها، ديري بها خطوط عادي. فوالا هاذيك الوصفة، هادو اللي درتهم بالكريم. الكريم تقدري ديري في بلاصة، تقدري ديريها شوكولا أيضا كريمة بالكاكاو. هاذيك الوصفة حبيتي، لا غير هايلة. جربي الوصفة وردولي آراءكم، اكتبولي آراءكم في التعاليق، دعموني. سلام.